السلام عليكم، ازي حضرتك؟ عاملين فيديو جديد مع بعض، فيديوهات نزل شطب شقتك. غلطه وتركه بسيطه جدا بتفوتنا بتبوظ لنا كل اللي احنا عاملينه في بيت النور. بيت النور يا جماعه من الحاجات الحلوه، بالحاجات اللي بتبان ديكوريا شكلها شيك قوي في الفينش، بس ما بقاش دافع ومكلف جبسون بورد وكهرباء وجايب ليد وجايب ناس تركب، وفي الاخر عشان تركه بسيطه قد كده بس طريقه التركيب تبوظ الدنيا كلها. في ناس بتجيبه يا جماعه وتركبه بسيليكون وتحط الخرطوم نايم كده علشان يبدا يدي اضاءه، طبعا ده ما بيديش احسن حاجه. في ناس تانية بتحطه وشه للجزء الكاستير او الجزء اللي هو القصير اللي فوق ده، فبتكون النتيجه برضه مش حلو. طب مش حلو ليه؟ لان الاضاءه لو جت مباشره على الجزء الصغير اللي باين او الكاستير بتاعنا هتظهر مشكله تانية. ايه هي؟ ان نفاذيه الضوء من خلال الجسم هيطلع لي اضاءه بنفس شكل الجسم هتطبع في السقف. ده باختصار. فانت لو عندك الجزء ده لو مشرشر هيبان لك الضوء عندك مشرشر، لو الجزء معوج هيبان الاضاءه من فوق معوجه، وده اللي احنا مش عايزينه في الفينش، ده مش احسن حاجه. طيب وصلنا لايه يا جماعه؟ احنا الحمد لله بقى لنا سنين كبيره ما شاء الله يعني بنتبع طريقه، فقلت يعني اشاركها مع حضراتكم للفايده عشان تعم الفايده وربنا ان شاء الله يكرمنا ويكرم حضراتكم. ان لما بنيجي بنركب الموضوع ده يا جماعه بنيجي عند الزاويه اللي في الاخر خالص عند الكاستير، الزاويه اللي فيها المسامير اللي راكبه، بنحط ببساطه الليد بتاعي بوقفه بس وشه للمرايه اللي جوه عشان يعمل ريفليكشن او انعكاس على المرايه اللي جوه، فتكون الناتج بيديني الضوء عباره عن جلو او وهج، بيبقى جراديانت بالتدريج بيبان، فما بيبقاش في حاجه لا ماشيه زي التعبان الخرطوم ممكن يتعوج، لا داخله وطالعه او مش. يا جماعه احنا بنعمل حاجه عشان يبقى شكلها حلو، مش انا حاطط ضوء وخلاص ونيجي نبص للفينش نلاقي في الاخر حاجه داخله وخارجه، او حاجه مش ضوء مشرشر، او ضوء احيانا بيكون حتى لو معدول حتى لو مظبوط بيبقى شارب، بيبقى خط، وده شكله مش حلو ديكوريا، ما بدناش الافكت اللي احنا عايزينه اللي هو بيكون يحسسك بالمكان مع الاضاءه الورم، بيبقى يعني بيعمل عمليه هدوء للاعصاب والموضوع ريلاكس جدا. فتركه مهمه وفنيه وحبيت اوريها لحضراتكم كده ان شاء الله مع بعض، ولما نيجي نركب هبقى اوريها لكم في الشقه هنا ان شاء الله. فيديو جديد مع بعض، فيديوهاتنا زي شطه شقه. السلام عليكم.